ما شاء الله على منتخب المغرب. منتخب المغرب بيعمل عظمة في مونديال الشباب. أسود أطلس بيقهروا الماتادور الإسباني وبيحققوا فوز تاريخي، وبيبعتوا رسالة إن هما جايين ينافسوا على بطولة كأس العالم للشباب. هو ده منتخب المغرب تحت قيادة قائد المنظومة الكروية المغربية فوزي لقجع. المنظومة اللي بتشتغل بشكل منظم وبشكل خططي وبشكل في أداء انضباطي للكرة المغربية. النتيجة اللي احنا شايفينه للمغرب على كافة المستويات، منتخب أول ومنتخب محليين ومنتخب شباب ومنتخب أولمبي كمان. لكن بعيدا عن منتخب المغرب وبعيدا عن المأساة اللي احنا عليها في بطولة كأس العالم للشباب، دعونا ننسى مأساة المونديال وخلونا نفتكر لقاء القمة النهاردة بين الأهلي والزمالك. يا ترى عماد النحاس ويانيك فيريرا هيعملوا ايه مع بعض النهاردة؟ يا ترى الأداء عند الأهلي والزمالك هيبقى شكله عامل ازاي؟ اللي هيبقى اقوى اكتر وهتبقى عنده الشراسة اكتر في الملعب هو اللي هيحقق الفوز. يا ترى الزمالك والاهلي هيقدروا يستغلوا نقط الضعف اللي عند بعض، ولا الزمالك نتيجة الضغط النسبي اللي عنده هيخلي ان في فرصة عند الاهلي يقدر يحقق الفوز النهاردة؟ الله اعلم. لكن اكيد مباراة النهاردة هتكون مباراة قوية جدا وقمة خارج التوقعات.